وليد قنديل، اهلا بحضرتك. الله يمسك. هنعرف الاول الجمهور مين وليد قنديل. والله انا وليد قنديل ميوزيشن قديم، حفيد المطرب الراحل محمد قنديل الله يرحمه. وحاليا بعمل في سيرك الخاص نادي الشمس، مدام فاتن الحلو مدير البرنامج. اهلا بحضرتك. حضرتك النهارده اتفرجت على برنامج نقطه من اول السيرك، رايك كواحد يعني في مجال فن السيرك بيشوف الحاجات دي قدامه كل يوم؟ بص حضرتك، ايه رايك فيه؟ هو الحقيقه انت بتاخدي رايي في حاجه. انا يعني انا بقالي 20 سنه شغال في مجال السيرك، بس النهارده انا حسيت ان اول مره اتفرج على سيرك، بمعنى ان شفت دوسيليه المصري، يعني دوسيليه المصري بالظبط في السيرك القومي غير الفكره تماما. يعني لا دي حقيقه، شهاده كبيره جدا. يعني دوسيليه المصري، دوسيليه المصري المصري مع شويه دفعات بسيطه طبعا هتعالج اكيد مع لازم، هو ما فيش حاجه تبقى 100% كده من اول مره، هتعالج مع مر الزمن، لان طبعا احنا عندنا ارتست كويسين جدا وناس عندها اكسبيرينس في المهنه كويسه قوي، بس هو عشان الموضوع جديد عليهم وفكره الاخراج هايله جدا. انا اعتقد ان كل يوم هيبقى فيه ابداع، مش عشان انا شفته النهارده ومتاكد ان انا لو جيت بكره هشوف حاجه ثانيه غير اللي انا شفتها النهارده. بس حاجه جميله جدا. لا دي حقيقه. طب انت كنت يعني انت جاي ولما جيت كنت متوقع تلاقي المستوى ده او تلاقي اقل من المستوى او ازيد من المستوى ده؟ لا يعني هقول هاف اند هاف، يعني ان اشوف هاف اند هاف، بس في حاجات ما تخيلش ان انا اشوفها كده، اشوفها يعني شفت بعض الفقرات يعني شفت فقره الحبل اللي هو فيها 7 الشباب الجمال جدا. انا شخصيا اول مره اشوفهم، يعني انا شخصيا اول مره اشوفهم النهارده. في فقرات انا تابعتها وشفتها بس كانت بتشتغل السولو، النهارده شفت فكر جديد هم ضافوه مع الفقرات بتاعتهم، عجبتني جدا على المستوى الشخصي بما اني فنان في المهنه، بس اعتبرت نفسي جست، شفت حاجه جديده، يعني شفت حاجه جديده غير كده ان احنا على اول مره ان احنا يبقى في اكتر من فقره بتقدم في وقت واحد. بالظبط، يعني ده اللي مخلي المشاهد مش عارف يبص كده ولا كده. ما ده اللي انا اقصده، دوسيليه المصري اللي انا اقصده، لان انا شفت فقرات فوق وفي نفس الوقت لقيت في ارتست داخل من تحت، فبقيت مشتت، يعني مش عارف ابص فوق ولا تحت من كتر يعني قمه الجمال بتاع الفقره البيزنطو، او انا مش عايز اقول طبعا اكسبريشن. لا مش مشكله، الناس تعرف برضه الاكسبريشن بتاع البيزنطو او البيزنطو، ودخل ولد بالوجاب. هي بالنسبه للجست العادي هتبقى حلو، انا بالنسبه لي دي فوق، يعني انا هبقى مشتت بس فوق ولا تحت، بس بالنسبه للجست العادي اللي هو بيدخل يتفرج على سيرك اول مره هتبقى فيها يعني انترستنج قوي عن الموضوع العادي، لان احنا متعودين على السيرك القومي في مذيع بيدخل بيتكلم وبتاع، في عمال بتدخل بتشيل ويبقى في زحمه. النهارده انا شفت لوحه، يعني شفت لوحه فوق وعلى الارض، وفي الميوزك كمان الموضوع هايل قوي، وفي كمان كومنت عايز احطه محمد اقول اسماء عادي. محمد فرحات الولد الهايل اللي بيلعب على الكونجا، عجبني واشاد بيه الدكتور عبد الرحمن الشافعي، عجبني جدا جدا. انا دي شهاده عشان انا اصلا بكالوريوس موسيقى عربيه، عشان كده اصلا بكالوريوس موسيقى عربيه. عجبني جدا انه بيلعب حاجه مش مزيكا شرقيه، وبيلعب حاجه اسمها لاتين، ودي من اصعب انواع الموسيقى اللي موجوده على العالم. طب انت شايف ان احنا نستمر في البرنامج؟ طبعا يعني طبعًا. شايف ان ده فعلا على المنوال ده نفضل ان شاء الله باذن الله هيبقى في اقبال، يعني ملوش مثيل، بس هي احوال البلد تستقر والناس ما تقلقش. احنا حققنا 83,000 جنيه في ال3 ايام بتوع العيد. يعني لا تتخيل كنا بنجيب كراسي البلاستيك نقعدهم ما بين الطرقات. اعتقد ان الاوبرا ما عملتش الرقم ده. لا ما حصلش، دار الاوبرا ما عملتش الرقم ده. متشكره جدا يا فندم، والله شكرا جدا جدا، الف بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك.